كوجيه، فستقيه، بندقيه، لوزيه، فوليه. دي حلاوه المولد اللي انت بتحبها يا حبيبي. نسمي الله ونطلع نشوفهم بيتعملوا ازاي. يلا بينا. نبتدي الاول بتدويب السكر مع العسل يا جماعه في الاذان، ونتبل بقى بنص معلقه فانيليا. بعد ما الفول السوداني يتحمص ناخده وننزل بيه بقى على العسل. ومش هنقول لكم بقى على بقيه التتبيله عشان قال لك ده سر الخلطه. ننزل بقى كده بالسوداني بتاعنا. يلا بينا ونديله تقليبه كويسه عشان نخش على المرحله اللي بعديها. وكده ندمج السكر بتاعها مع الفوليه. نسمي الله وننزل على مكنه الفرد والتقطيع. الله، انزل 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 انزل. ابتدي بقى يا جماعه الفرد والتقطيع الاوتوماتيك. زي ما انتم شايفين كده المكنه بتبدا تساوي كل حاجه وتبدا تتهوى كويس. بعد كده تخش على مرحله التقطيع بعد ما اتفردت. والتقطيع دوت مش كفايه، بيتقطع كمان بطريقه ثانيه من الناحيه دي. يعني هنا يتقطع بالطول وتقوم مقطعها كمان بطريقه ثانيه. ويبقى في واحد واقف بيراجع التقطيع نفسها وتبتدي تترص زي ما انتم شايفين كده. وتخش على مرحله التغليف عشان تطلع لك احلى سودانيه في الدنيا. وبعد مرحله التغليف اللي انتم شفتوها الجميله ديت يطلع لك احلى سودانيه من جروب سويت. لسه طازه. طريقه تحميص السمسم اللي تطلع السمسميه بتاعتنا اللي احنا بنحبها الجميله دي غير طريقه الفوليه خالص، حتى في طريقه التحميص بتاعتها وخطوات اللي بتتعمل بيها برضه. ونفس اللي شفتوه بيحصل تاني في الفستق بمراحل زيها بالظبط. خلصنا بقى التصنيع فوق، ننزل بقى المنفذ تحت بيبيع قطاعي بسعر الجمله. تعالوا نخش جوه ونشوف الاسعار. والناس واقفه بتشتري اهي. بصوا علبه دي كيلو ب 120، اكبر شويه كيلو ونص 175 250 300، ودي الفاخر 390 جنيه. هل دي الاسعار بالنسبه لكم حلوه؟ ودي بقى بص دي تقفلها كده تاخدها هديه. المكان اسمه ايه؟ جروب سويت. والمصنع ليه 3 فروع منفذ بيع. هنا في العبور فوق المصنع تنزل تاخد الحاجه فريش. دي انا شايف ان غاليه شويه هي عشان هديه، ودي انا شايف ان دي تاخدها كده توديها لحماتك تتبسط منك. بعد اذنك احنا هنخلي دي ب 1000 جنيه. تشيل دي خالص. سجل اللي انا بقوله ده عشان الناس تيجي تاخدها ب 1000 جنيه، مش هنهزر. هو قال تمام. يلا هشيل دي وحط عليها 1000 جنيه. خليتها لكم اهي ب 1000 جنيه. تقول له انا تبع هاني فود. هتاخد العلبه الشيك الجميله اللي انت شايفها ديت ب 1000 جنيه. في احلى من كده؟ سيب لهم ارقام المصنع وعناوين المصنع و3 فروع صح؟ شبرا والعبور وايه تاني؟ وبلا ابو العيله. بصوا رخصت لكم كمان اللي بعديها. شكمجيه دي ب 1000 خليتها ب 1100 جنيه، ودي العلبه الخشب ب 1200 جنيه. عايز تيجي تاخد بالكيلو زي ما انت عايز. الحاج هنا كان بيشتري وقال لي الحاجه حلوه، حاجه طازه. لا والله ما شاء الله الاسعار ديت ده ايوه ايوه. لكن بالنسبه للمنتجات ما شاء الله حاجه يعني طازه طازه طازه. يعني انت بتيجي تاخد من هنا كل سنه؟ دايما اجي هنا ما شاء الله. كل سنه وانت طيب. انت هتاخد ايه اهو؟ بص انا هاخد العلبه دي لنفسي. بص انا شايف ان دي ارخصهم، دي ب 2000 جنيه بس. بص 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 7 كيلو خيرات وفي قشطه وفي ده كام ده 4 رقات تقريبا. 4 رقات من خيرات ربنا. دي ارخص علبه انا الصراحه حاسسها يعني. بص ايه ده ايه ده ايه ده 7 كيلو حلال. ال3 منافذ تروحوهم عبور شبرا. والمكان الثالث فين؟ بلا ابو العيله. المكان الثالث ده اللي انا بنساه. انا معاكم هاني فود من جروب سويت. تعالوا هنا هتتبسطوا. كل سنه وانتم طيبين. سلام.